الاختبار التاني في كتاب الامتحان فلسفة أولى ثانوي، وده طبعا على الدرس التاني. الاختبارات اللي مش محلولة يا جماعة مهم جدا نركز فيها وفي حلها. السؤال الأولاني بيقول لي إن العالم مثقل بالإنجازات العلمية الكبيرة من غزو الفضاء والخرائط الجينية، وهذا يدفعنا إلى التساؤل: ما دور ومكانة الفلسفة في هذا العصر؟ الإنجازات العلمية الكبيرة، غزو الفضاء، الخرائط الجينية. هي الخرائط الجينية ديت حاجة اسمها الجينوم البشري، وبنقدر من خلالها نتنبأ بالأمراض اللي ممكن يتصاب بها الإنسان في المستقبل. موضوعات واقعية، قضايا احنا بنعيشها، إنجازات علمية، واقع احنا بنعيشه. ده طبعا بيشير إلى الفلسفة اليوم اللي بتواجه القضايا الحياتية. إذن هنا الفلسفة اليوم مواجهة القضايا الحياتية. طيب، رقم 2. تدفع الفلسفة الإنسان إلى الاطلاع على سائر الآراء والأفكار التي تتاح معرفتها، وذلك من غير تعصب لها أو عليها. فهو ينظر لآراء الآخرين بأنها تحتمل الصواب والخطأ، ويجب ألا يحكم عليها إلا بعد فحصها واختبارها. كلمة فحص واختبار المعلومات يعني محاولة التأكد منها بالأدلة والبراهين، ده اسمه التفكير النقدي أو اسمه تشكيل عقل الفرد. رقم 3. يقول جان لاكرو إن بلدا يفقد الفلسفة لابد أن يكون قد فقد الشعور بوجوده. فهي إحساس ثقافة المجتمع بذاته. بربط بين الفلسفة وبين ثقافة المجتمع أو بين ظروف المجتمع. الربط بين الفلسفة وبين ثقافة المجتمع ده اسمه التعبير عن حضارة الشعب. في شرح التعبير عن حضارة الشعب احنا قلنا إن هنا الفلسفة بتتأثر بظروف العصر أو بظروف المجتمع. فبيقول لك هنا الفلسفة هنا هي إحساس بثقافة المجتمع، يعني بيربط بين الفلسفة وثقافة المجتمع أو ظروف المجتمع، يبقى دي التعبير عن حضارة الشعب. رقم 4. لا تضر منشأة الغير، اقطع الأحجار من المحاجر وشيد بيتك بما قطعته يدك من أحجار. بص كده تحس إن هي نصايح بيديها لك. حتى كمان بيقول لك تمثل هذه المقولة نصائح أحد الحكماء القدامى. نصائح يعني حكمة. نصائح يعني يا جماعة حكمة. واحد بينصحك بيقول لك ما تضرش منشأة الغير، اقطع الأحجار من المحاجر وشيد بيتك بما قطعته يدك من أحجار. دي نصايح بيديها لك يعني حكم. والحكمة أو الدين أو الأخلاق ظهرت في بلاد الشرق القديم اللي أحد بلاد فارس. الإغريق وبونت والرومان، الثلاثة دول تبع اليونان، اليونان أو الغرب القديم. رقم 5. لكل أحد المفكرين كل يوم نعيشه هو هدية، فلو نضيعه في القلق من المقبل. المقبل يعني المستقبل. دلل بمثالين الأحد وظائف التفكير الفلسفي. طبعا هنا المستقبل يعني استشراف المستقبل. حط مثالين عليهم من عندك. أنا بسيب لكم الأمثلة يا جماعة عشان عندنا أمثلة كتير، يعني أنت طبعا ليك مطلق الحرية تختار الأمثلة اللي تعجبك. تمام؟ فمجرد إن أنت عرفت الإجابة خلاص بقى تحط أمثلة أنت من عندك من الكتاب من الأسئلة اللي يعجبك. رقم 6. عاصر الفيلسوف جان بول سارتر العديد من الحروب العسكرية، وبتأمله ونقده للواقع السياسي أدرك وآمن بأهمية مواجهة سياسات بلاده الاستعمارية، وتبنى رغبة الشعب الجزائري في الاستقلال. الفيلسوف جان بول سارتر كان عايز يصلح من بلاده. تمام؟ بيواجه سياسات بلاده الاستعمارية، يعني عايز يصلح، يعمل إصلاح سياسي لمجتمعه. تمام؟ يبقى إذن هنا ده تغيير المجتمع، ده اسمه يا جماعة تغيير المجتمع. أي مثال بيشير للإصلاح السياسي أو الاجتماعي أو مواجهة لمشاكل موجودة في المجتمع، يعني أنا عايز أصلح المجتمع، يعني عايز أغيره، يبقى ده اسمه تغيير. أحد وظائف التفكير الفلسفي هو تغيير المجتمع. أنا واحدة مرتبطة بتغيير المجتمع. تعال نبص كده. رقم 1 بيقول لي تحديد العلل الأساسية للقضايا المجتمعية. يعني إيه تحديد العلل؟ يعني تحديد الأسباب. أسباب يعني تفسير، مش هي دي. تجاوز النظرة الواقعية لرسم المستقبل، ده استشراف المستقبل، لا مش هي دي. وضع مصطلحات محددة تعبر عن القضايا المجتمعية، دي برضو مش تبعنا. ليه؟ دي مش تبع أي وظيفة عندنا احنا قلناها. تقديم حلول التي تتطلب القيام بإجراءات الإصلاح، أيوة هي دي اللي بتشير إلى تغيير تغيير المجتمع. تمام؟ مش أنا بعمل إصلاح سياسي أهو. مش الفيلسوف جان بول سارتر عايز يعمل إصلاح سياسي لبلاده؟ تمام؟ يبقى إذن هنا هي رقم د اللي مرتبطة بتغيير الواقع. رقم 7. حاول فلاسفة كثيرون أن يعرفوا ما أصل الوجود، فيرى أحدهم أن أصل الوجود هو الماء، ويرى آخر أصل الوجود هو الهواء، وآخر النار، وغيرها. طبعا دي تساؤلات فلسفية. تمام؟ والتساؤل الفلسفي بدأ في بلاد اليونان بدأ في بلاد اليونان. طبعا مصر وبابل وأشور دول تبع الشرق القديم الثلاثة. رقم 8.
أفعل ما يناسبني، أفكر وأنتقي طريقتي في الحياة. يعني أنا ليا فلسفتي الخاصة، تكوين وجهة نظر. ده بيشير أحد نقاط أهمية التفكير الفلسفي وتكوين وجهة نظر. أفعل ما يناسبني يعني يعني فلسفتي الخاصة. رقم 9، بمجتمعنا قيم جميلة لابد من الإبقاء عليها، يعني المحافظة عليها. تمام، يبقى دي يحافظ على المجتمع. ده بيشير إلى أهمية التفكير الفلسفي في المجتمع وهي الحفاظ على على المجتمع. رقم 10، سؤال مقال. يقول زكي نجيب محمود: من اللغة تبدأ ثورة التجديد. تمام، حيث اللغة هي الوسيلة التي لا وسيلة سواها لنشأة المعرفة الإنسانية وتكوينها وتطويرها أو جمودها في بعض الحالات. اللغة عايزين نطورها، عايزين نجددها. يبقى إذا تطوير القديم عشان يلائم الوضع الجديد، يبقى ده اسمه التنسيق بين جوانب المجتمع وتراثه. أي مثال بيشير إلى التطوير والتجديد للقديم، ده اسمه التنسيق بين جوانب المجتمع وتراثه، أو اسمها أو اسمها تطوير القديم حتى يلائم الأوضاع الجديدة. زي كده على سبيل المثال بيقول لك طبق بمثال، يعني على سبيل المثال كده تطوير الأماكن السياحية حتى تجذب السياح عشان تلائم ظروف العصر اللي احنا عايشين فيه. رقم 11، يقول أحد المفكرين: سعيت دوما نحو المعارف، فليس هناك طريقة أفضل من السعي خلفها. السعي باستمرار نحو المعرفة ده اسمه البحث الدائم عن الحقائق أو غرس محبة المعرفة. رقم 12، الفلسفة هي أب المعرفة وأم العلوم وتنجب الحكمة. أب المعرفة وأم العلوم، ده بيشير إلى أحد اتجاهات الفلسفة، وهي أن الفلسفة علم كلي، واضحة جدا يعني. رقم 13، أحد آثار التكنولوجيا هي اختفاء الكثير من الصناعات والحرف اليدوية، إلا أن الكثير من المفكرين حرصوا على مساعدة أصحاب الحرف اليدوية عن طريق فتح المعارض لتقديم المنتجات بشكل يتناسب مع متطلبات الحياة العصرية. تمام، هم كده الحرف اليدوية بيرجعوها تاني بس طوروها شوية. تمام، فتحوا بقى معارض وعرضوا المنتجات بشكل يتناسب مع متطلبات العصر. احنا طورنا الحرف القديمة ديت اللي هي الحرف اليدوية عشان تلائم متطلبات الحياة العصرية. فده اسمه طبعا التنسيق بين جوانب ثقافة المجتمع. اهو طورت القديم اللي هي الحرف اليدوية عشان تلائم متطلبات الحياة العصرية، يبقى ده تنسيق بين جوانب المجتمع. رقم 14، دعا المستنيرين على مر العصور بأهمية تعليم الإناث ورفض وجودهم داخل إطار المنزل فقط، لأن ذلك أدى بنا إلى التأخر، حيث تؤثر المرأة في عائلتها وتشكيل شخصية أبنائها. دي حاجة يعني إحنا بننادي إليها، وهي أهمية تعليم الإناث. دعا المستنيرين على مر العصور إلى أهمية تعليم الإناث ورفض وجودهم داخل إطار المنزل فقط. يبقى دي قيم جديدة احنا بنضيفها للمجتمع، غرس قيم جديدة. ده الكلام ده موجود في أهمية التفكير الفلسفي للمجتمع. طب أنهي واحدة بتشير إلى غرس قيم جديدة؟ طب إيه هي القيمة الجديدة؟ أهمية تعليم الإناث. أهو رقم د، إنه يمثل إضافة فكرية لأسس المجتمع اللي هي غرس قيم غرس قيم جديدة. رقم 15، يشير علم النفس التربوي إلى أن التعليم يتأسس على التساؤل والتعلم عن طريق التساؤل الذي تحركه الرغبة ويحفزه الفضول، كما أن كل معرفة اكتسبناها أو سوف نكتسبها هي في الحقيقة جواب وسؤال. سؤال، التعليم يتأسس على التساؤل، سؤال وجواب، سؤال وجواب. ده تعلم، بس تعلم نظري، دي فلسفة نظرية. والفلسفة النظرية ده موجود في نشأة الفلسفة في العصر اليوناني. يبقى أنا كده هشرح الفلسفة في العصر الفلسفة في العصر اليوناني. ليه؟ إننا بيشير إلى جواب وسؤال، بيشير إلى تساؤل، يبقى فلسفة نظرية. يبقى أنا كده ما طبقتش في الواقع. تمام؟ طيب رقم 16، حاول الفلاسفة على مر العصور رصد ما يحدث حولهم ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث. ماشي؟ طبعا هنا معرفة الأسباب ده اسمه تفسير الواقع. أي مثال فيه أسباب حدوث ظواهر أو بيشير لأسباب فيه تختار تفسير تفسير الواقع. رقم 17، السؤال الأخير، نقد الإنسان لما يقابله في حياته تفلسف. نقد الإنسان اللي بيقابله في حياته، يعني يقول وجهة نظره، يقول رأيه في المواقف اللي بيواجهها في حياته. وده طبعا في الاتجاه الحديث اللي الإنسان أصبح فيه شخص متفلسف طالما بقى ليه وجهة نظر ورأي في الحياة. والاتجاه الحديث كمان واجه المشاكل الواقعية الخاصة بالإنسان. طبعا هنا اهو الرقم د، تهتم بالمشكلات الواقعية، هي دي اللي مرتبطة بالاتجاه الثاني اللي بيقول
ان الفلسفة هي وجهة نظر، نقد الانسان لما يقابله في حياته يعني وجهة نظر، يعني الفلسفة ايه؟ وجهة نظر. خلاص. تبحث في غايات الكون، وغايتها النهائية كشف الحقيقة لذاتها، وغايتها معرفة العلل البعيدة. التلاتة دول يا جماعة بيشيروا للاتجاه القديم اللي بيقول ان الفلسفة ايه؟ علم كلي او ام العلوم. اما تهتم بالمشكلات الواقعية هتلاقيها كده في شرح ايه؟ الاتجاه الحديث اللي بيقول ان الفلسفة وجهة نظر. تمام. وبكده نكون خلصنا الاختبار الشامل على الدرس الثاني فلسفة. الحصة الجاية إن شاء الله بإذن الله كده هنبدأ نحل مع بعض أسئلة الدرس الثالث والأخير في الفلسفة، وبعد ما نحله إن شاء الله هنحل الامتحانات الشاملة اللي في نهاية كتاب الامتحان. طبعا مهم جدا تتابعونا. كتاب الامتحان ده يعني من الكتاب الجميلة جدا اللي بتلم جميع الأفكار اللي بتيجي في الامتحانات. لو التزمت بحل أسئلة الكتاب ديت كده من الجلدة للجلدة إن شاء الله بإذن الله تقفل في الامتحانات. وعن تجربة كل الطلبة اللي معانا اللي بتلتزم بأسئلة كتاب الامتحان ربنا كرمها وجابت امتيازات في الفلسفة في أولى وفي تانية وفي تالتة. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.